يا بابا، انا عايزه عيالي يطلعوا يفتخروا بيا، يقولوا انا عندي ام مفيش منها، وامي اختارت اب مفيش منه، مش بالفلوس. يا بنتي بس هو عنده دكان كبير وعيالك هيلاقوا يصرفوا، بدل ما تقعدي بالايجار وكلام من ده. انت مش شايفه بنت الحاج محمد عاطف؟ بنت الحاج محمد عاطف ايه؟ ما بنت الحاج محمد عاطف متطلقه. بسبب مين؟ ما هو بسبب ابوها تفكيره برضه. يا بابا زمانكم غير زماننا يا بابا، والله انا عارفه ان الفلوس بتعمل حاجات كتيره، بس لازم يبقى في توافق على الاقل في العقل والتفكير. حرام عليك كل التعب والشقه اللي انا تعبته ده كله، وفي الاخر تيجي تقول لي سيب الكليه. ما انا بعمل الدبلومه ليه؟ ما انا بعملها عشان عايزه ابقى ليا مستقبل، ولو ماليش مستقبل في شغل ليا مستقبل في عيالي. الجيل اللي جاي بعد كده مش زي جيلنا ولا جيلك، الجيل اللي جاي بعد كده عايز دماغ من حديد عشان اعرف اتعامل معاه. ابوس ايدك يا بابا. وبابا بص، في الاول وفي الاخر الجواز رزق، ربنا هو اللي بيكتبه.